أهلا بكم أصدقائي. بين لحظة وأخرى قد تندلع الحرب الأمريكية على إيران. حشد ترامب 3 حاملات طائرات والكثير من أسراب الطائرات القاذفة في قواعد منتشرة في عدة مناطق. تقول إيران إن يدها على الزناد، ومن الواضح أن إيران لا تريد الحرب ولكنها قررت المواجهة فيما لو تعرضت لاعتداء. أما السؤال عن ترامب فهل بات بحاجة إلى الحرب أو على الأقل إلى ضربة ولو رمزية للنزول عن شجرة التهديد والتصعيد التي أطلقها وتوعد بأرمادة بحرية ضد إيران؟ في استراتيجية الأمن القومي كان ترامب واضحاً: غرب الكرة الأرضية أي القارة الأمريكية بشمالها وجنوبها هي حديقة خلفية للبيت الأبيض، وليس مسموحا للصين وروسيا بناء أي نفوذ هناك. والشرق الأوسط والقرن الإفريقي يجب أن يكونا بعهدة إسرائيل، وكل ذلك لهندسة النظام العالمي المنتظر على قاعدة المواجهة مع العملاق الصيني. لذلك تستوجب هذه الاستراتيجية إخضاع إيران للإرادة الأمريكية كي يتسنى لإسرائيل فرض هيمنتها الكلية على المنطقة. هناك عدة سيناريوهات محتملة أو خيارات لدى الأمريكيين. السيناريو الأول والذي يسميه الأمريكيون بالسيناريو النظيف، وهو تصفية القيادات السياسية الأساسية وفي مقدمتهم المرشد الخامنئي مع بعض كبار الضباط في الحرس الثوري والجيش والمخابرات، وهذا يستدعي انقلابا من داخل النظام كما حصل في فنزويلا. السيناريو الثاني هو متوسط الحدة ويقوم على ضرب مؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية أو البنى التحتية للدولة لإضعاف النظام وإنهاكه لفترة طويلة وفرض الاستسلام عليه. أما السيناريو الثالث فهو الحرب الشاملة، أي العمل على استهداف كل ما يمت لمقومات الدولة وخلق فوضى أمنية وسياسية قد تؤدي إلى تقسيم إيران وتفجير المنطقة. أما إيران فإن هامش خياراتها ليس واسعاً، فهي بالطبع تدرك أنها لا تملك حجم القوة الأمريكية وخيارها الوحيد هو الدفاع، ولكن على قاعدة أن أي اعتداء يعني حربا شاملة ومفتوحة في كل المنطقة التي يتواجد فيها الأمريكيون. الأمريكيون لا يريدون خيار الحرب المفتوحة، والإيرانيون يهدفون إلى أن تكون تكلفة الحرب شديدة على الأمريكيين. فهل ما زال بإمكان الأمريكيين التراجع عن خيار الحرب؟ لماذا إيران؟ الهدف ليس النووي بالتأكيد طالما تعرض لضربة قوية الصيف الماضي. الهدف المباشر هو الصواريخ الباليستية التي تطال إسرائيل. الهدف السياسي هو الإخضاع وبالتالي فك الشراكة الاستراتيجية مع الصين ومع روسيا. وهنا الهدف المركزي لأمريكا: طرد الصين من مناطق منابع النفط وضرب مشروع الحزام الطريق الصيني وإنهاء أي موطئ قدم للصينيين في الشرق الأوسط. ولماذا إيران أيضاً في موقعها الاستراتيجي بالجغرافيا السياسية هي تطل على الخليج كأهم ممر مائي للنفط، تطل على العراق وبالتالي إلى سوريا، ما يعني وصول الصين إلى شاطئ المتوسط، وهي تطل على آسيا الوسطى التي تصدع رأس الأمريكيين لأنها ما تزال في الفضاء الصيني والروسي. يبقى السؤال المركزي: هل تكلفة الحرب على الأمريكيين ستجعلهم يتراجعون عن هذه المقامرة